هل من المتوقع تمديد هذا الإجراء بعد يناير القادم وخصوصا خلال مونديال عام 2030؟ لا أعتقد أنه سوف يكون تمديد، ولكن سوف تكون هناك تجربة أولية بأن المغرب مقبل على تحديات كبرى في المونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال. وأكيد بأن الرقمنة كما قلت في الملاعب وفي المولوج إلى الملاعب هي مهمة، والحصول على التذاكر وأن تكون هناك الشفافية والتسهيل كذلك عملية وتبسيط عملية الحجز على الفنادق والقطارات والنقل الجوي، أن تكون هناك انسيابية، لأننا نعرف أن هناك الآلاف من الجماهير أو الملايين من الجماهير سوف تأتي الى الملاعب الملاعب الرياضيه. كما ان هناك بعض المواطنين الذين لهم فيزا الكترونيه محدده خاصه بمباريات كره القدم سوف تنتهي، ولكن اعتقد ان السلطات المغربيه لها تحدي كبير، وان تكون هناك تجربه اوليه شكرا. كما وقع في مونديال قطر، من اجل ان تكون هناك استعدادات للمونديال المقبل. شكرا جزيلا لك سيد رشيد المسلم، كاتب وصحفي، كنت معنا من الرباط. شكرا لك.